السلام عليكم اعزائي التتشاويه الجمال. رجعنا لكم في فيديو جديد. منتخب مصر قدام موريتانيا، لقاء عربي خالص. اتلعب النهارده في تمام الساعه 7، بس ما كانش مذاع فاتفرجت عليه واقول لكم اهم الحاجات اللي ناقصه منتخب مصر. لان ده المنتخب مصر حاليا هو المصنف او من مصنفين لفوز افريقيا اللي جايه. فالاداء اللي انت بتعمله ناقصه شويه حاجات عشان تبقى ايه، من المرشحين بجد. انت مرشح كاسم، بس كاداء في ارض الملعب وكلعيبه انت عندك لعيبه بكواليتي عالي، بس كاداء في الملعب لا، الاداء لسه قدامه يتطور كتير قوي عشان ايه تبقى موجود في الحته دي وما نبقاش احنا قلقانين واحنا بنتفرج. هنبدا بتشكيله المنتخب المصري. زي ما احنا عارفين ان حراسه المرمى دايما بيبقى موجود الشناوي، قدامه ربيعه وعبد المنعم الثنائي اللي وحشنا اللي كان في الاهلي، وجنب على اليمين احمد عيد، على الشمال محمد حمدي. قدامهم اربعه لان خطه 4-4-2. قدامهم اربعه حمدي فتحي وعطيه في النص، وزيزو على اليمين وتريزيجيه على الشمال، وصلاح ومرموش كاتنين راس حربه. وبصراحه انا ما ايدتش الحته دي لان احنا كنا ضايعين قوي النهارده، واقول لكم برضو ليه. نيجي بعد كده نخش في الماتش على طول. نخش في الشوط الاول بهجوم من المنتخب الوطني بتاعنا، ودفاع خالص متخلص من موريتانيا. دفاع يعني ايه، زي ما بيقولوا كله تحت الكوره. وحتى البلوك الدفاع اللي هم بيعملوه من على خط ال 18، مش من نص الملعب. لان هم بصراحه فريق كدفاع حلو جدا، بس ككواليتي لعيبه عندهم محترفين وكل حاجه، بس ككواليتي لعيبه مش زي منتخب مصر. انت دلوقتي بتتكلم في منتخب مصر، تريزيجيه، زيزو. وبتتكلم في المحترفين اللي عندك زي مصطفى محمد، زي محمد صلاح، زي مرموش، زي اسمه ايه، عبد المنعم. فانت بتتكلم في كواليتي محترفين عالي، هداف البوندس ليجا، واحسن من احسن لعيبه البريمير ليج حاليا، وطبعا على الكام سنه اللي فاتوا. فانت بتتكلم في لعيبه جامده جدا. يا رب نطلع بقى نشوف حاجه في افريقيا الجايه، بس انت بتتكلم كاسماء وكواليتي المنتخب مصر السنه دي، لا كواليتي مرعب، كواليتي تخاف منه. فهنخش في اللقاء. ولعب على الهجوم المرتد من موريتانيا في الشوط الاول، كله هجمات مرتده. وحتى الهجمات اللي كانوا بيعملوها كانت بسيطه جدا، وكله كان دفاع 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 قدام المنتخب الوطني. موريتانيا على المنتخب المصري كان في تفوق باين او تفوق ملحوظ على المنتخب المصري من موريتانيا في الدفاع اللي هم كانوا عاملينه. حتى احنا تقريبا شوطنا 3 كور في الشوط الاول، 2 منهم من زيزو من شوطات بعيده. فاحنا اصلا مش قادرين نخش ال 18 بتاعهم، ولا يعني بنمسك كوره في نص ملعبهم. بس لما بنيجي نقرب من خط ال 18 بتلاقي اللعيبه ضغطت عليك بتوع موريتانيا عشان تبعدك عن المنطقه دي. وطبعا احنا شفنا كل ده في الماتش، وكان باين قوي ان موريتانيا نازله عايزه تعادل، مش عايزه خساره. حتى شفنا بعد ما الجون اللي احنا هنحكيه دلوقتي، اما الجون جه هم عملوا ايه. فطول الشوط الاول دفاع من موريتانيا كمنتخب مصر. انت كمنتخب مصر حاليا، اعذروني لو انا صوتي متغير او مش قادر اتكلم، بس انا تعبان جدا. بس برضه قلت اطلع اعمل الفيديو ده معاكم بتاع منتخب مصر. حتى شفنا اللي منتخب مصر، انت كمنتخب مصر بقوات اللعيبه اللي عندك، مفيش هجمه منظمه انت بتعملها، مفيش هجمه حلوه انت بتعملها، مفيش لعب جماعي لان اصلا انت الدنيا عندك مقفوله خالص. هجمه جماعيه انت بتعملها؟ انت كل لعبك النهارده كان هجمات عشوائيه، وحتى يا ريتها بتكمل، ده كانت بتفشل كمان من لعيبه موريتانيا في الدفاع اللي عملوا شوط اول خرافي دفاعيا بصراحه. فانت كمنتخب مصر ازاي ما يبقاش عندك هجمه متدرب عليها؟ هجمه مثلا في بعيدا عن الهجمه اللي انت متدرب عليها، هجمه من الركنيه انت متدرب عليها، هجمه في الشوطات المباشره انت متدرب عليها. انت مش متدرب على اي حاجه، انت نازل الملعب لعب عشوائي بنسبه 100%. انت حاطط 10 11 لعيب في الملعب، 10 منهم في الملعب وحارس مرمى. يعني بجد ال 10 لعيبه بيلعبوا اي حاجه في الهواء، انت ولا مدربهم على حاجه، ولا انت مديهم تعليمات ولا اي حاجه. حتى شفنا احمد عيد النهارده عمل 18 ولا 20 ركنيه كلهم من قلب 60 نيله، مفيش واحده منهم عدله قوي يعني.
فانت خلصت الشوط الاول دفاع مميز جدا من موريتانيا، هجوم عشوائي واكتر من عشوائي لمنتخب مصر، وهجوم كان سيء جدا 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 من منتخب مصر. نبدا الشوط الثاني اللي كان منتخب مصر نازل فيه سخن قوي على منتخب موريتانيا، وهجوم شرس قوي من منتخب مصر على منتخب موريتانيا، وشفنا ده كله في اللقاء الشوط الثاني. وبرده منتخب موريتانيا كان دفاع صرف، كان على امل اللي هو ياخد نقطه من المنتخب المصري، واللي هو يبقى تعادل، ما يبقاش هزيمه من المنتخب المصري. زي ما احنا قلنا الكواليتي عندنا كان عالي قوي، او الكواليتي بتاع اللعيبه عندنا عالي قوي، عشان بعد الدفاع منظم جدا من منتخب موريتانيا يجي هجمه في الدقيقه 68 بعد صمود المنتخب الموريتاني دفاعيا، يجي هجمه في الدقيقه 68 عشان يسجلوا اول هدف لمنتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه، عشان كوره متعرضه من الجبهه اليمين اللي فيها محمد صلاح وزيزو، عشان تخبط في المدافعين ويزاحموا بعض مصطفى محمد وزيزو وتريزيجيه، بس تريزيجيه يقول له وسع، ويروح باعت صاروخ قذيفه على المرمى الحارس ما يشوفهاش اللي هي في الجول. وبصراحه الحارس ده الكره دي دخلت فيه، بس هي كانت كوره جامده جدا. بس لو لاحظنا الحارس ده في الماتش كله هتلاقيه عامل تصديات حلوه، حارس كويس على فكره. مع الدفاع لا، هم كانوا عاملين دفاع جامد، كانوا عاملين جيم دفاعي قوي جدا. عشان بعد الجون الاول نلاقي المنتخب الموريتاني بدا يهاجم، بدا يفك بقى كده كده، قال لك هي كده كده خربانه، وتلاقي المنتخب الموريتاني بدا يطلع لقدام ويهاجم ويفتح لعب ويفتح مساحات ورا، عشان كده كده هو ما عندوش حاجه يخسرها تاني، فقال لك العب يمكن اتعادل وارجع دافع تاني. بس للاسف بالنسبه لهم ان يجي كوره من مروان عطيه بوش رجل عالمي بكوره في مساحه عالميه لمحمد حمدي، عشان محمد حمدي يروح حاطط كوره عرضيه لصلاح الكره الارضيه اللي هو بيعملها كل مره، عشان صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر، عشان النتيجه تصبح 2-0 لمنتخبنا الوطني. عشان بكده يبقى الماتش الجاي باذن الله ايا كان هزيمه او فوز، تعادل او فوز، يبقى احنا المفروض صعدنا الى افريقيا، لان احنا عملنا 3 انتصارات على التوالي. بعد الجون الثاني نشوف المنتخب الموريتاني بهجوم وتألق كبير قوي من رامي ربيعه على الهجوم الموريتاني، وشفنا رامي ربيعه ازاي اتألق في الماتش دوت. هو خد انذار بس كان عامل ماتش عالمي، في تاكلينج عالمي عالمي عالمي، شاله في الدقيقه تقريبا 86 او 85، شال جون حرفيا. وبكده يبقى الانتصار الثالث على التوالي لمنتخب مصر في تصفيات افريقيا. واعذروني انا اتكلمت بسرعه في الفيديو ده عشان انا مش قادر بجد اتكلم، انا زوري ضايع. نيجي بقى عن اللعيبه اللي عجبتني جدا في الماتش دوت. رامي ربيعه، مرموش بصراحه كان عامل جيم حلو ولمات وحاجات ومهارات. واللعيبه اللي عجبتني من المنتخب الموريتاني ابو بكر كمارة، ابو بكر كويثه، والحارس المرمى مامادو ديوب. الثلاثه دول كانوا حلوين قوي النهارده، والاثنين كمارة، الاثنين ابو بكر كانوا عاملين جيم حلو بصراحه، كانوا بيهاجموا هم لوحدهم حلو. نيجي للتبديلات، شفنا زيزو مكان محمود صابر في الدقيقه 77، وبعد كده عبد المنعم يطلع وينزل مكانه مصطفى محمد في الدقيقه 62. وبعد كده التبديلات المعقوده والمعهوده لحسام حسن، محمد صلاح مكان مصطفى فتحي، مصطفى فتحي مكان محمد صلاح، وناصر ماهر مكان مرموش، وابراهيم عادل مكان تريزيجيه في الدقيقه 90. ودي التبديلات اللي هو بيعملها كل ماتش، وبصراحه كل ماتش كانت بتجيب جون بصراحه يعني. دلوقتي بقى انت ناقصك ايه كفريق مرشح للبطوله؟ لان حاليا انت كل الفرق اللي انت بتكسبها ديت هي فرق، عذرا يعني، هي طفش، فرق مش قويه، يعني مش هي دي الفرق اللي انت تقول ده انا قوي جدا،
ده انا مش عارف. لا، مش هي دي الفرق اللي انت تقيس لعبك قدامها. انت عشان تقيس لعبك عايز فرق زي الجزائر، زي السنغال، زي الفرق الجامده دي، المغرب، زي الفرق الجامده دي، عشان تقول انت منتخب قوي ولا ضعيف. انما الفرق ديت لا، مش هي دي الفرق المقياس خالص. انت ناقصك ان انت تتدرب على هجمه منظمه، الجيم بتاعك، اللعيبه بتاعتك توقفهم في اماكن صح، تدربهم على الكورنر والحاجات دي والفاولات، ازاي يلعبوها، يضربوا بيها مدافعين، يلعبوا على هجمه منظمه من الحاجات ديت. انما اللي انت تسيبهم بكور عشوائيه في الملعب، وزي ما تقول كده سلاح مداح في الملعب، لا ده مش صح. انت مفيش هجمه منظمه النهارده خلال ال 90 دقيقه شفناها. وده اللي ناقص منتخب مصر عشان يبقى منتخب قوي جدا. الكور التنظيميه لمنتخب مصر، انت الكوره بتاعتك لغايه دلوقتي عشوائيه. انما انت لو بقيت بتقدم كوره منظمه هتبقى في حته تانية خالص. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. واعذروني طبعا انا متدمر والله بجد، واعذروني جدا. بس كده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. وعشان نسيت في اول الفيديو، توحد الله وتصلي على النبي وتعمل لايك وشير وسبسكرايب. والتحدي اللي احنا عاملينه، معرفش انتوا نسيتوه ولا لا، اللي احنا نوصل 1000 متابع فقبل ما السنه دي تخلص. وانا عارف ان انتوا قدها وهنوصل ل 1000 متابع. وقبل ما نقفل ونختم الفيديو، انا في مج جبته جديد اهوت هنا اهو، تالي الصرف باين يعني. ده هيطلع معانا بعد كده في الحلقات بتاعه الاكل، لان انا كنت بصور بمج هنا بس انا شفت ده احسن فجبته. ده المج اللي بيطبع عليه. فانا عايزكم تقولوا لي اطبع عليه شعار النادي الاهلي. طبعا انا اهلاوي وانا مشجع النادي الاهلي، فقولوا لي اطبع عليه شعار النادي الاهلي، ولا اطبع عليه اللوجو بتاع القناه اللي هو احمد التتشاوي، والصوره بتاعتي والنسر اللي ورايا اللي هي الشعار بتاعي كامل، اعمل واحد هنا واحد هنا مثلا. فانا هستنى الكومنتات بتاعتكم، واكتر كومنت هيجي لي هو ده اللي هعمل بيه المج دوت. وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، وشكرا على المشاهده والسلام.